السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في درس جديد. واش عمرك دخلتي صفقه داي تريدينغ وكل شيء كان بان ليك مزيان، ولكن السوق دار العكس وضرب ليك ستوب لوس ديالك؟ المشكل ماشي ديما في الاستراتيجيه ديالك، بعض المرات كيكون غير حيت انت ما عارفش فين كيداول السوق في هذاك النهار اللي انت خديتي فيه ستوب لوس. واليوم غادي نوريك واحد المفهوم اللي البنوك كيعتمدوا عليه باش يدوروا على السيوله ولا يقلبوا على السيوله، وهذا المفهوم هو السي بي دي ار. المعنى ديالو هي سنترال بانك ديلير رينج، وان شاء الله في هذا الدرس غادي نفهموا اشنو هو السي بي دي ار، علاش السوق كيتحرك داخل هذا الرينج، وكيفاش نستعملوه في التداول اليومي ديالنا. واخر حاجه واللي مهمه بزاف وغادي نشوفوها اللي هي غادي نعطيو امثله مباشره على الشارت، غنديروا امثله في الشارت وغادي تشوفوا كيفاش نقدروا نخدموه. الا كنتي باغي تفهم السوق بعقليه احترافيه ما تبقاش تدخل عشوائيا، هبط وخلي واحد اللايك وسبسكرايب للقناه باش توصلك الدروس اللي جايه ان شاء الله، وخليك معايا حتى الاخر حيت غادي تشوف التطبيق الحقيقي ديال كيفاش نقدروا نخدموا هذا السي بي دي ار. ما تنساش توجد القهوه ديالك وحط واحد الدفتر باش تقيد المعلومات، ونتلاقاو من وراء الانترو. دابا ان شاء الله غادي نفهموا اشنا هو السي بي دي ار. السي بي دي ار هو سنترال بانك ديلير رينج، هذه هي المعنى ديالو، ولكن غنشوفوا المعنى ديالو بالعربيه باش نتوما تقدروا تفهموا. هو الرينج اللي كيتحرك فيه السعر خلال النهار، فين البنوك المركزيه ولا ديليرز كيدوروا على السيوله وكيوقع فيه الاغلب التداول الحقيقي. ملي كنقول اغلب التداول الحقيقي كيعطيهم الهايس واللوس باش يقدروا يكملوا النهار ديالهم، يشوفوا الاتجاه ديال هذاك النهار. وهذا الرانج راه كيكون ميت. باش تفهمني مزيان، هذا الرانج ديال السي بي دي ار كتكون فيه حركه اللي صغيره بزاف، ما كيكونش فيه واحد الموفمنت اللي كبير، وهذا الشيء ان شاء الله راه غادي تشوفوه بامثله. واحد الحاجه اللي خاصك تفهمها مزيان اللي هي السوق ما كيمشيش عشوائيا، كيتحرك داخل نطاق محسوب، كيكون عنده حدود عليا وحدود سفلي، وهادشي ان شاء الله راه غادي تشوفوه في الشارت. غندير امثله باش تفهموا هذا الكلام في التطبيق. هنا كيف كتشوف معايا في هذه الصوره غادي نشرحها لك مزيان باش تقدر تفهمها. هذا الرانج كيتقسم لعده مستويات باستعمال ستاندرد ديفيشن اللي المعنى ديالو بالعربيه الا بغيتي تفهمها مزيان الانحراف المعياري، ولكن نخليو الاسم ديالو الحقيقي اللي غادي نستعملو في هذا الفيديو اللي هو ستاندرد ديفيشن. هنا عندنا فوق السي بي دي ار في هذه المناطق اللي كيبانوا لك هنا الفوق عندنا ستاندرد ديفيشن الاولاني اللي هو هذا، وستاندرد ديفيشن 2 وستاندرد ديفيشن 3 وستاندرد ديفيشن 4. وتحت السي بي دي ار عندنا ستاندرد ديفيشن 1 ستاندرد ديفيشن 2 وستاندرد ديفيشن 3 وستاندرد ديفيشن 4، الاولاني الثاني والثالث والرابع. والوسط اللي كيبان لك في هذه المنطقه هو سنترال بانك ديلير رينج، هو النيفو اللي كيعطينا الهاي اللي هو هذا، وهنا عندنا اللو. اوكي، دابا فهمنا الصوره ديال سنترال بانك ديلير رينج. ان شاء الله غادي نشرحوا هاد الحروف اللي كيبانوا لكم هنا بحال ايش او في سيل دايز، وهنا عندنا ال او في باي دايز، غادي نشرحوهم باش انت تفهمهم مزيان. كاينين ايام ملي السوق كيدير هاي اوف ذا داي سيل دايز، باش انت تفهموا مزيان هاي اوف ذا داي سيل دايز اشنو كيطرا، السعر كيوصل لهذاك الهاي ومن بعد كيهبط، والعكس الى بان لك لو اوف ذا داي اشنو كيطرا، السعر كيوصل ليه ومن بعد كيطلع. اشنو كيعطينا الاولاني وشنو كيعطينا الثاني؟ هذا هاي اوف ذا داي كيبين لينا بلي الاتجاه اليومي ديالنا هو باريش، وهنا ملي بان لك هذا لو اوف ذا داي كيبين لينا بلي الاتجاه ديال اليوم اللي انت كاين فيه راه بوليش، هذا باريش وهذا بوليش. اوكي، وباش تفهموا مزيان الى السعر طلع بزاف فوق السي بي دي ار احتمال كبير يرجع يهبط، والى هبط بزاف تحت السي بي دي ار احتمال كبير يرجع يطلع. حنا كندويو على الاحتمالات، وملي غتسالي الفيديو ان شاء الله غتقيد المعلومات كاملين وغدير الباك تيست ديالك وغادي تشوف واش هذا الكونسيبت غيخدم معاك ولا ما غاديش يخدم معاك. ولكن الهدف من السي بي دي ار هو يعطيك البايس ديال النهار اللي انت كاين فيه.
دابا كيف تتشوفوا حنا كاينين في الشارط وكاينين في الظايلي، وفي الظايلي غادي تصور راسك علاش كاين هذا الميتيشن بلوك وعلاش كاين هذا الريجكشن بلوك وعلاش كاين هذا الريجكشن بلوك اللي كيبان لك هنا صغير راه ديال 4 ساعات. اوكي بغيت نكبر لك هذا الشيء على الطريقه باش يبان لك هذا الريجكشن بلوك ديال 4 ساعات. هاد المناطق غادي نستعملوهم من بعد، ماشي دابا في الاخر ديال الفيديو، غادي نستعملوهم مع السي بي دي ار، ولكن دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نهبطوا ل 15 دقيقه. وهنا غيبان لك واحد الانديكاتور اللي محطوط في الشارط كيف كيبان لك. هنا عندنا السي بي دي ار، هنا عندنا اسيا، لندن، نيويورك ولندن كلوز. اوكي هذا الانديكاتور غتقلب عليه الاسم ديالو هو هذا اي سي تي كيلسون وغادي تلقاه. اول حاجه اللي غادي ندير غادي نديزاكتيفي هادو كاملين، من بعد غادي ناكتيفيهم ولكن غنديزاكتيفي هادو كاملين، غنخليه غير السي بي دي ار باش نشوفوا الخدمه ديالو. هنا كيف كتلاحظوا فوق السي بي دي ار فوق هذا الرانج كيبانوا لك واحد الارقام هما بيبس، الرانج ديال السي بي دي ار. اوكي وهنا بغيتكم تركزوا مزيان معايا وبغيتكم تقيدوا هذه المعلومه عندكم في الدفتر اللي هي ما كنستعملوش السي بي دي ار الا كانت الحركه وصلت لاكثر من 40 بيب. علاش؟ حيت السوق كيكون دار اكسبانشن قوي وما بقاش في حاله رانج. ملي يبان لك هذا السي بي دي ار بلاصه 25 ولا 10 ولا 18 وصل ل 40 بيب، حاول تبعد من هذاك النهار. هذاك النهار ما كنداولوش. اوكي ملي تبان لينا 40 بيب اشنو نديرو؟ غادي نبعدوا من هذاك النهار. اوكي انا غنقيدها لكم هنا باش تعقلوا عليها. وعندنا معلومه اخرى اللي هي كنستعملوا السي بي دي ار ملي الحركه كتكون بين 20 الى 30 بيبس. ملي تشوف مثلا هذا الرانج ديال السي بي دي ار فيه مثلا 20 بيب، 21 بيب، 22، 25 حتى ل 30، تقدر تستعملوا ما كاين حتى شي مشكل، ما كيعطيك الاتجاه ديال النهار اللي انت كاين فيه. دابا غيطيحوا لك اسئله في راسك بحال مثلا الا كان السي بي دي ار مثلا وصل 18 بيب ولا 10 بيب قل من 20 بيب، واش ممكن نخدم به ولا ما نخدمش به؟ في هذه الحاله ممكن تخدم به، ما كاين حتى شي مشكل. كلشي كيرجع للباك تيست. عاوتاني غنرجع للكلمه ديال الباك تيست. حاول دير الباك تيست ديالك ملي تسالي هذا الدرس وشوف الايام اللي كيخدم معك، شوف واش كيخدم معك مزيان ملي كيوصل ل 20 بيب، واش كيخدم معك مزيان ملي كيكون السي بي دي ار واصل ل 15 بيب. هذاك الشيء كامل كيبقى على الباك تيست ديالك. ولكن ملي وصل ل 40 بيب ولا 50 بيب حاول ما تداولش هذاك النهار. وغادي تشوفوا امثله علاش كنقول لكم حاولوا تبعدوا من اللي يكون فايت 40 بيب. واحد الحاجه اللي بغيتكم تفهموها مزيان اللي هي ما تدخلش غير حيت شفتي السي بي دي ار. الدخول خاص يكون في النطاق الصحيح. التداول راه ماشي حماس، التداول حساب، ماشي ضروري تكون واعر في المات، ولكن بحال هاد الحوايج تكون حافظهم. مثلا ملي كندوي على السي بي دي ار كندوي على هاد الارقام ديال فوق 40 بيب وبين 20 حتى 30 بيب ولا تقل من 20 بيب. هاد الارقام خاصك تحفظهم ولا حاول تقيدهم ويبقاو حداك. اوكي دابا حنا كاينين في الشارط وغادي نمشيو للتطبيق كيفاش تقدر تاخذ الدخول ديالك على حساب السي بي دي ار. غنبداو من نهار الاثنين حتى نهار الجمعه وغادي نشوفوا الايام اللي ممكن تاخذ منه الدخول والايام اللي ما خاصكش تاخذ الدخول ديالك. اول حاجه غنديروا اللي هي غادي ناكتيفيو لندن سيشن ونيويورك وكاع السيشنز كاملين على هاد الطريقه. هاد الالوان كل واحد ويدير الالوان اللي بغا. عجبوك هاد الالوان بغيتي ديرهم ما كاين حتى شي مشكل، بغيتي دير الوان وحدين اخرين ما كاين حتى شي مشكل. اوكي هنا كيف تتشوفوا عندنا البوكس ديال السي بي دي ار، هنا كاينه اسيا، هنا كاين لندن، وهنا نيويورك، وهنا لندن كلوز. هاد المناطق ولا هاد المربعات اللي كيبانوا لكم هما ستاندرد ديفيشن اللي غادي نخدموا عليهم. تقدر تاكتيفيهم هنا في هاد البلاصه، وفي بلاصه واحد ولا 5 اللي غيطلعوا لك نتا ولا 6 حاول دير 4. اوكي هادو ما ديروا. هاد المناطق انا كناخذهم شخصيا، كناخذهم باش ناخذ منهم الارباح، سواء كنت سوينغ سواء غادي ناخذ دخول سوينغ. هاد المناطق كنستعملهم كمناطق باش نخرج من السوق ولا ناخذ الارباح ديالي. تاخذ هنا مثلا واحد 10% من الصفقه ديالك، هنا تاخذ واحد 20%، ولا هنا ملي وصل الثمن دير بريكيب. هادشي كامل غادي نشوفوا دروس اللي جايه ان شاء الله. اول حاجه اللي كنشوفوه هنا اللي هو السي دي في ار ديال نهار الاحد اللي هو هذا. حنا الاحد ما كنداولوش ولكن كندوي على توقيت نيويورك. اوكي وتوقيت نيويورك السي بي دي ار راه كيكون مع الجوج ديال العشيه ولا جوج ديال الظهر ديال نيويورك. هنا غادي نبداو التداول ديالنا من نهار الاثنين. غنشوفوا كيفاش نقدروا نداولوا ولا كيفاش نقدروا ناخذوا الدخول ديالنا. بغيت نكبر لكم هادشي على الطريقه باش يبان لكم مزيان. اول حاجه اللي شفنا اللي هي
اشنو دارت اسيا؟ ضربت لينا لو ديال ديال السي في دي ار. اوكي، هذه هي اول حاجه اللي قدرنا نلاحظوا. هذا هو لو ديال السي في دي ار. اسيا شنو دارت؟ ضرباته. اوكي، حتى لهنا كل شيء مزيان. والدخول ديالك فين يقدر يكون؟ هنا في حاله انت غادي تشوف المناطق ديالك في 15 دقيقه، ولكن ما ننصحكش ضروري نشوفوا هاي تايم فريم، نشوفوا الاتجاه ديالنا، نشوفوا السي او تي. هذاك الشيء كامل غنبقى نعاودو لك في كل فيديو. ضروري تشوف الاتجاه ديالك خارج الشارت وداخل الشارت، تشوف ستراكشر، تشوف الاتجاه ديالك مثلا في الفايلي في 4 ساعات في الساعه. ماشي تقول لي لا راه انا سكالبر ولا انترافاي، ماشي ضروري نشوف الاتجاه ديالي مثلا في الفايلي ولا في 4. لا، ضروري تشوف الاتجاه ديالك في الفريمات اللي كبار. تشوف راسك انت فين غادي، تحط المناطق ديالك ديال الدخول في هاي تايم فريم. مثلا في 4 ساعات تحط لي الاوردر بلوك ديال 4 ساعات، ماشي الاوردر بلوك ديال 15 دقيقه. اوكي، دابا غندير واحد المثال اللي انا كنشوفه بزاف في الفيديوهات وكنشوف بزاف ديال الناس كيديروه. هذا غلط كبير ولكن غادي نشوفوه. انا مثلا هنا بان لي واحد الريجكشن بلوك في هذه المنطقه، حتى لهنا كلشي مزيان. في لندن تقاس لي هذا الريجكشن بلوك، كلشي مزيان. هنا تقاس لي الريجكشن بلوك ديالي، هنا خديتي الدخول ديالك كونفيرماسيون مزيان، شفتي واحد سي اس دي وخديتي الدخول ديالك. هنا تسالات الشمعه، ولكن غادي تاكل ستوب لوس. حنا كندويو على انتراداي، ضروري غادي نديرو ستوب لوس اللي شويه صغير، كندويو على تقريبا واحد 12 بيب تقريبا تحت الويك ديال هذه المنطقه. وتقول لي مثلا تيك بروفيت ديالك، التارجت ديالك ديرو هنا مثلا. اوكي، اشنو درت الثمن؟ نضرب ليك ستوب لوس. علاش ضرب لي ستوب لوس؟ وانا دخلت في لندن واسيا ضربات لو ديال السي في دي ار، كلشي درتو مزيان. علاش كليت ستوب لوس؟ وهنا كنرجعوا الاتجاه. حنا عارفين الاتجاه ديالنا في هاي تايم فريم هو باريش ماشي بوليش، ولكن حنا كنشوفوا الاتجاه اليومي ديالك. الاتجاه اليومي ممكن تاخذ الدخول ديالك ضد الاتجاه. باش تفهمني مزيان، انت غتاخذ اما سكالب ولا انتراداي، غادي تخرج في مده 4 ساعات ولا 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا 8. غتخرج في النهار ديالك. مثلا دخلتي في لندن غادي تخرج في نيويورك ولا لندن كلوز. اوكي، هنا كليتي ستوب لوس ديالك. علاش كليتيه؟ ما شفتيش واحد المنطقه اللي هي هذه المنطقه، لان هنا هي ميتيغيشن بلوك اللي كاينه في هذه المنطقه. اوكي، هنا كاين ميتيغيشن بلوك، هذا هو الدخول اللي صحيح. مثلا سي اس تي هو شمعه كبيره ضربت لينا هاد الشمعات كاملين، هاد الثلاثه. دخول من هنا. غتسولني على ستوب لوس فين ممكن تحطو. ستوب لوس عندنا الاي دي ار، الانديكاتور اللي كيبين لينا فين نقدروا نحطوا ستوب لوس ديالنا. غنبدل لي اللون باش ما يخربقكمش، نديروا ليه مثلا لون اكحل يقدر يبان لكم شي مزيان. اوكي، وهذا هو الاي دي ار باش نقدروا نشوفوا الحركه ديال اليوم. هنا شنو كيقول لي؟ كيقول لي باللي كاين 44 بيب، نقلبوا مثلا على 40 بيب ولا 30 بيب. حنا كندويو انت راك سكالبر ولا انترافي. اوكي، ستوب لوس ديالي فين تحطو؟ ستوب لوس غادي نحطو مثلا ضرب تقريبا 40 بيب اللي ضرب في النهار كامل. غادي نحطو مثلا هنا تحطو واحد 20 بيب بحال هكاك. او تيك بروفيت ديالك، حنا كاينين في نيويورك سيشن، غادي نحطوها مثلا في الهاي ديال السي بي دي ار في هاد المنطقه. هنا غادي ناخذوا الارباح ديالنا. غنحيد هذا الانديكاتور ديال اي دي ار، والصفقه ديالك غادي تكون على هاد الطريقه. ديتي الدخول ديالك بالكونفيرماسيون، وستوب لوس حطيتيه في 20 بيب. كنشوف شحال من واحد انتراداي وكيقلب على واحد ستوب لوس ديال 6 بيب. كنشوف شي ستوب لوس بحال هكا 5 بيب 3 بيب 4 بيب. راه ضروري تخليو الثمن فين يتحرك. داكشي علاش ستوب لوس ضروري تحطو تحت الويك ديال الشمعه. مثلا هنا راه ما كاين حتى شي مشكل، 20 بيب ولا 22 بيب راه ما كاين حتى شي مشكل. راه المشكل اللي كاين هو كتصغروا ستوب لوس، كديروا على هذه الطريقه وكتكبروا الريسك. ديما خاصك تضبط الريسك ديالك. دابا غنمشيو للمثال الثاني ديالنا. المثال الثاني ديالنا اللي هو نهار الثلاثاء. نهار الثلاثاء داير على الطريق. واحد الحاجه بغيت نقول لكم ونرجع نهار الاثنين. نهار الاثنين ديما ما كيكونش فيه واحد الاتجاه اللي واضح، كيكون مرانجي. هذا المثال اللي عندنا هنا كيف تتشوفوا كاين واحد الاكسبانشن وكلشي مزيان، ولكن في الاكثريه ديال نهار الاثنين كيكون مرانجي بحالو بحال نهار الجمعه. يلاه كيوجد الحركه ديال السيمانه. دابا غنمشيو للمثال ديالنا ديال نهار الثلاثاء. نهار الثلاثاء اشنو طرا لينا؟ السي بي دي ار عطانا 18 بيب. اوكي، حتى لهنا كلشي مزيان. اسيا اشنو دارت؟
اسيا ضربات لينا لو ديال السي بي دي ار. حتى لهنا كلشي مزيان. شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا باللي النهار ديالنا راه غادي يكون باريش. علاش؟ مع ضربنا الهاي ديال السي بي دي ار. ولندن زادت عطاتنا الكونفيرماسيون، ضربات لينا حتى هي الهاي ديال اسيا. شنو كنتسناو؟ كنتسناو لندن يكمل باريش، والدخول ديالك غيكون في هاد الريجكشن بلوك ديال 4 ساعات اللي كنا حطينا. الدخول ديالك غتاخذو من هاد المنطقه مثلا. غتقولي علاش غتاخذ من هذه المنطقه؟ هنا كاين عندك واحد بريك اوف ستراكشر هنا في هذه المنطقه، والدخول ديالك غيكون من هنا. ستوب لوس غتحطو فوق الويك، غتحطو هنا تقريبا 15 بيب مزيانه. وتيك بروفيت ديالك، تيك بروفيت ديالك حنا داخلين في لندن غنقلبوا على ستاندرد ديفيشن الاولانيه اللي هي هذه. اوكي، وهنا تقريبا راه خدينا جوج ار. سدينا الصفقه ديالنا فين سديناها؟ في لندن كلوس، جبتي 36 بيب. غير كنشوف شي وحدين كيطمعوا، مثلا انت داخل انتراداي وكنشوف كيحط الصفقه ديالو على هاد الطريقه. غنوريكم كيفاش كيحط الصفقه ديالو مثلا 10 ار. انت مثلا كتقلب على انتراداي وباغي تخرج في نفس النهار اللي انت كاين فيه، ديما يكون عندك واحد الريسك اللي مضبوط، واحد ريسك ريورد حتى هو اللي مضبوط. كلشي يكون عندك مضبوط. مثلا ملي كندوي على 1 ار، 2 ار، 3 ار راه مزيانه، حتى 4 ار ما كاين حتى شي مشكل. في حاله ستوب لوس ديالك كان صغير مثلا على هاد الطريقه، راه غتاخذ تقريبا 4 ار. كلشي عاوتاني كيرجع للباك تيست ديالك. الى الباك تيست ديالك تيقول لك ستوب لوس ديالك مزيان 12 بيب ولا 10 بيب ولا 6 بيب، مزيان. ولكن من الاحسن ستوب لوس ديروه بين 15 بيب 20 بيب، راه مزيانه. انترافاي مزيانه، ولكن ديروا الباك تيست ديالكم. دابا غنمشيو للمثال واحد اخر اللي هو نهار الاربعاء. نهار الاربعاء السي بي دي ار صغير بزاف 10 بيب، ولكن غنحاولوا نداولوا فيه. هنا شنو طرا؟ اول حاجه اللي طرات لينا اللي هي اسيا ضربات لينا الهاي ديال السي بي دي ار، والدخول ديالك ممكن يكون في لندن مثلا في هاد المناطق. مثلا هنا مثلا دار كسر الستراكشر وخديتي الدخول ديالك في هاد المنطقه تحت ستوب لوس، وتارجيت غتحطو في ستاندرد ديفيشن الاولانيه اللي هي هذه. اوكي، وغتكون خديتي تقريبا 17 بيب وخديتي 1 ار. غنشوفوا مثال واحد اخر اللي هو هذا. السي بي دي ار عطانا 12 بيب. اسيا شنو دارت؟ ضربات لينا اللو ديالاش ديال السي بي دي ار. هي كيقول لنا بلي الاتجاه ديالنا في هذا النهار غادي يكون بوليش. هنا بانت لك مثلا المنطقه ديالك ديال الدخول، نقولوا مثلا كاين واحد الاوردر بلوك ولا كاين واحد فري فالي كاب. هو كاين واحد فري فالي كاب هنا في هذه المنطقه، انت خديتي الدخول ديالك في هذه المنطقه. ستوب لوس حطيناه تحت الفري فالي كاب مثلا هنا 6 بيب، وتيك بروفيت ديالي غنقلب على هاد المنطقه باش نخرج منها. وشنو دار الثمن؟ ضرب ليا ستوب لوس. ستوب لوس راه ماشي عيب تاكل ستوب لوس، راه ماشي ضروري خاصك تربح كل نهار. ضروري غيكون عندك واحد النهار اللي غادي تاكل فيه ستوب لوس وما كاين حتى شي مشكل. هذاك الشيء علاش تنقول لك ضروري تضبط الريسك ديالك. غادي نشوفوا مثال واحد اخر اللي هو هذا. غيكون اخر مثال اللي هو نهار الجمعه. نهار الجمعه ما ننصحكمش تداولوا فيه. علاش؟ مع الاكثريه ديال الايام ديال الجمعه كيكون مرانجي، كيكون نهار كامل غادي في واحد الرانج، ما كاينش واحد الاكسبانشن اللي حنا غادي نقلبوا على الدخول منها. هنا كيف لاحظتي السي بي دي ار 20 بيب حتى تما كلشي مزيان. اسيا شنو دارت؟ اسيا ما عطاتنا لا هاي ولا لو، ما ضربت لينا لا الهاي ديال السي بي دي ار، ما ضربت لينا لو ديال السي بي دي ار. جات لندن ولندن ضربات لينا لو ديال السي بي دي ار. اوكي، قالت لنا بلي الاتجاه ديال النهار راه غادي يكون بوليش. هنا خديتي الدخول ديالك مثلا مع 10 ديال الصباح ديال المغرب، وخديتي الدخول ديالك مثلا في هذه المنطقه اللي هي هذه. اوكي، سي اس تي مثلا، ولا غتلقى مثلا واحد بريك اوف ستراكشر ولا شي فري فالياب في 5 دقائق الا هبطتي. ستوب لوس حطيتي هنا. اوكي، تيك بروفيت ديالك مثلا التارجت ديالك حطيتي في هذه المنطقه. وشنو دار الثمن؟ كليتي ستوب لوس في هذه المنطقه. علاش؟ الا لاحظنا مثلا بغيت نمسح لكم هذا الشيء، الا لاحظتوا مثلا هنا نهار الجمعه كيفاش غادي الثمن. شوف نتوما كيفاش كيبان لكم فين غادي الثمن، غادي مرانجي. كيف تشوف هذا البوكس اللي كاين عندي في هذه المنطقه ولا المربع مرانجي، ما كاينش واحد الاتجاه، ما كاينش واحد الاكسبانشن. هنا في نيويورك ممكن نقول لك واحد الاكسبانشن ولكن صغير بزاف، ما كاينش واحد الفوليم في السوق. هذاك الشيء علاش نهار الجمعه حاول تبعد، والايام اللي يكون شي خبر قوي حاول حتى هو تبعد منه. والايام اللي مزيانين راه باينين، ملي كنمشيو مثلا نهار الخميس
هنا الخميس مثلا السي بي دي ار شويه مرانجي، كاين حتى شي مشكل. السي بي دي ار ديما غيكون مرانجي، ديما غيكون في هذا الحركه تقريبا. اسيا مرانجي حتى شي مشكل. ولكن ملي كنمشيو لندن اشنو كاين اكسبانشن، وغادي تكون ربحتي تقريبا هذه الحركه كلها خديتها. كندوي على تقريبا 38 بيب في نهار واحد. هنا مثلا غادي نمشيو نهار الاربعاء. نهار الاربعاء اشنو كتشوف؟ نهار الاربعاء ما مرانجيش الثمن، ما غاديش مرانجي. هنا عندنا الاكسبانشن وقدرتي تاخذ الدخول ديالك. انت الا كنتي سكالبر غتحط مثلا ستوب لوس ديالك في هذه المنطقه، وكندوي على تقريبا جوج خديتيها في صفقه واحده. غتقول لي لا راه ربحت غير 18 بيب، انت راه سكالبر انتراداي. هنا غادي نمشيو نهار واحد اخر اللي هو نهار الثلاثاء. نهار الثلاثاء حتى هو نهار زوين، ما كاينش الرانج، ما مرانجيش، دار هذا الريفرسال اللي قدرنا ناخذوا منه الدخول ديالنا، وهنا ربحتي هذه الحركه كلها. راه كندوي على تقريبا الا خديتي الحركه ديالك من هنا حتى الاخر ديال النهار، راه كندويو على 45 بيب نهار واحد. هنا نهار اثنين اللي حتى هو كيكون مرانجي، ولكن اثنين ما بيهش غادي مزيان، وهاد اثنين ما كاينش واحد الرانج غير هو الا شفتوا كاين فيه بزاف ديال الصداع. هنا عطانا هذا الرانج اوكي، هنا عطانا هذا الريفرسال، عاوتاني هنا بغا يدير هذا اكسبانشن. هنا شحال من واحد غياكل معاه ستوب لوس، وهنا هبط ومن بعد كمل الطلوع ديالو. علاش؟ مع كاين واحد الريجكشن بلوك ولا منطقه اللي كتسنانا هنا الفوق. هذاك الشيء علاش مشى ليها باش يدير عليها الرياكشن. واحد الحاجه اللي بغيتك تفهمها مزيان اللي هي ما كندخلوش بلا كونفيرماسيون، ضروري نشوفوا ستراكشر ونشوفوا سيشن تايمين. سي بي دي ار كيعاونك تفهم السياق، ماشي كيعطيك دخول مباشر. هذاك الشيء علاش ضروري ندمجوا مع المناطق مثلا ديال الدخول، مع الاتجاه الهاي تايم فريم. ضروري ندمجوا مع هاد الحوايج باش تحاول تاخذ منه الدخول. ولكن هو كيبقى غير واحد الحاجه اللي كناخذوها ككونفيرماسيون للدخول ديالنا. لما دير الصفقه ديالك كتشوف واش اسيا ضربت لك الهاي ولا اللو ديال سي بي دي ار، ولندن حتى هي شنو دارت، وديك الساعه كتاخذ الدخول ديالك وانت مرتاح. والحاجه الاخيره اللي هي تعرف البنوك فين غادي يديروا الحركه ديالهم. هذا التفكير هو اللي كيفرق بين تريدر اللي ما فاهم والو، اللي غير داخل عشوائيا، وتريدر اللي محترف وعارف شنو كيدير. دابا ان شاء الله غنشوفوا الخلاصه بسرعه ديال هذا الفيديو ولا هذا الدرس اللي شفنا اليوم. عرفنا باللي السي بي دي ار هو النطاق ديال حركه البنوك، وفيه ستاندرد ديفيشن، و كيساعدنا نفهموا اشنا هو لو اوف ذا داي و هاي اوف ذا داي، وما كنستعملوش فوق 40 بيب، وافضل نطاق اللي هو بين 20 بيب حتى 30 بيب. كيف قلت لكم كلشي كيرجع للباك تيست ديالك. الا عطاك مثلا قل من 20 بيب، عطاك ارقام اللي مزيانه، ممكن تستعملوا في استراتيجي ديالك. واخر حاجه اللي مهمه بزاف، خاص ضروري ندمجوا مع التحليل وما تخدموش بوحدو. ضروري تشوف التحليل ديالك خارج الشارت وداخل الشارت. خارج الشارت عندك غير جوج حوايج، ماشي ضروري تعمق بزاف. عندك غير السي او تي. اوبن انتريست كنشوف بزاف ما كيستعملوش. اوبن انتريست راه مزيان بزاف، كيبين لك العقود اللي كاينين في السوق في هذيك الساعه. وثالث حاجه اللي هي الموسميه. هاد ثلاثه الحوايج الا عرفتي كيفاش تخدمهم مزيان شي ترجع للشارت وتقلب على المناطق ديالك ديال الدخول، تشوف ستراكشر ديالك واش انت غادي بوليش ولا باريش، وتزيد تندمج هاد السي بي دي ار باش تاخذ الدخول ديالك وتعرف شنو كدير. وإلا فهمتي هذا المفهوم مزيان غادي تبدل طريقه قراءتك بالسوق كامل. غتولي دابا تشوف السوق مزيان وغتعرف راسك اشنو كدير، وامتى تاخذ الدخول ديالك وامتى تبعد من السوق. وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنشكركم بزاف على المتابعه. الا استفدتي من هذا الدرس ما تنساش دير لايك وسبسكرايب دابا، وديما تذكر واحد الحاجه اللي هي السوق ما كيكافئش السرعه، كيكافئ الفهم، الصبر والانضباط. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله، وما تنساش تريدينغ راه سيريوس ماشي كليك بايت.